إبان الفترة الأخيرة أثبتت هبة عبوك زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي أنها اعتزمت الانفصال عنه ومغادرة فرنسا صحبة أبنائها بعدما اشتبه زوجها بالاعتداء على فتاة. وبعدها بدأت رحلة الافتراق عن أشرف حكيمي والابتعاد عن عاصمة الفرنسية باريس. تلقت هبة عبوك صدمة قوية من طرف والدة النجم المغربي، فما الحكاية؟ من هي هبة عبوك؟ هبة أبو خريس بن سليمان أو هبة عبوك كما في الشهرة، هي ممثلة وعارضة أزياء إسبانية من أصول عربية وبالتحديد تونسية وليبية. اشتهرت في العديد من الأعمال التلفزيونية الإسبانية، وتزوجت من أشرف حكيمي في عام 2020. وتعد هبة عبوك أكبر من أشرف حكيمي ب12 عاما، حيث ولدت في عام 1986، بينما يعد نجم باريس سان جيرمان من مواليد عام 1998. تلألأ اسم أشرف حكيمي في فضاء الملاعب الأوروبية على مدار السنة دون انقطاع، إذ أنه ظهر نجما كبيرا بعدما تعرف عليه العالم بقميص ريال مدريد الإسبانية. بدأ يخوض غمار النجومية، خاصة لما رحل عن صفوف ريال مدريد ليتألق بشكل كبير مع نادي بروسيا دورتموند، ليخبرنا عن استعداده الفطري للبراعة في كرة القدم. إن موهبته المتفجرة جعلته وسط النجوم الكبار ووسط حكاية جميلة تحكي لنا أحداثا تاريخية عن كرة القدم في باريس سان جيرمان. قام أشرف حكيمي بدور مهم لتحقيق الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم في قطر. واحتل حكيمي بمعية المنتخب الوطني المركز الرابع في بطولة كأس العالم، ليكون المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإمضاء التاريخي. حكيمي بعد الاحتفال باختتام المونديال مباشرة انقلب الوضع رأسا على عقب، حيث قلبت حياته بين ليلة وضحاها باتهام النجم المغربي بالاعتداء على فتاة في منزله في باريس. حكيمي نفى هذه الادعاءات المنسوبة إليه، إلا أن هبة عبوك زوجته كان لها موقف آخر، إذ أنها التزمت الصمت لفترة ما قبل أن تكشف لنا عن انفصالها عن النجم المغربي. أكدت التقارير أن قرار الانفصال لا يتعلق بهذه الادعاءات، إنما جاءت هذه المسألة لتسرع الأمر فقط، إلا أن زوجة حكيمي كشفت أنها ستساند الضحية في هذه القضية بحد وصفها. ذكرت تقارير صحفية في إسبانيا وفرنسا أن زوجة لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي فوجئت بأنه وضع أمواله وأملاكه باسم والدته، فيما كانت شركته السابقة ترغب في نيل حصة من ثروته إثر مباشرة إجراءات الطلاق. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن زوجة حكيمي فوجئت بأن لاعب باريس سان جيرمان ليس لديه شيء باسمه. وأثار هذا الخبر ضجة في إسبانيا، لأن زوجة حكيمي ممثلة معروفة وثرية، ويفترض ألا تكون في حاجة إلى المطالبة بجزء من ثروته. وجرى الإعلان عن انفصال حكيمي وزوجته والدخول في إجراءات الطلاق
بعدما وضعت شابة فرنسية شكوى اتهمت حكيمي البالغ 24 عاما بالاغتصاب. يعد حكيمي من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، ويرتبط بعلاقة وثيقة مع والدته، حيث يحرص على اصطحابها معه إلى فعاليات التكريم. وتحدث حكيمي مرارا عن والدته قائلا إنها عملت في مهن صعبة بإسبانيا من أجل إعالة الأسرة وتلبية حاجياتها، وهو ما يجعله يحاول بشكل مستمر أن يرد لها الجميل.